السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نديرو نابخون او مفرش بشبيكة وخيط المكرمي. نبدلو شوية في الديكور. وقبل ما نبداو نقولكم اذا اول مرة تزوروا القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا نبداو. الادوات اللي راح نحتاجوهم، نحتاجو قطعة مقماش شبيكة. الرسمة هذه اللي نقلتها على ورق طبخ، راح نوريلكم الطريقة. نحتاجو خيط مكرمي اللون اللي تفضلوه، انا استعملت اللون الابيض، يمكنكم تستعملوا اي لون عندكم ومتوفر عندكم. نحتاجو مسدس الشمع ومقص. هذا ما كان. راح نشوفوا طريقة النقل. جبت هاد الصورة من الانترنت، راح نخلي لكم رابط في صندوق الوصف. عملت لها زوم وحطيت فوقها ورق الطبخ ونقلتها هكذا. اذا حبيتوها اكبر اكتر ديروا لها زوم اكتر، قربوها اكتر. انا درتها 20 سنتيمتر وكملت الباقي. تقدروا ديروا هذا الشكل تاني، راح تصيبوها في صندوق الوصف. ودوكا نحمق فوقها ولا نعاود فوقها بقلم يكون حامق اكتر باش يبان لنا كي يكونوا نحطو في خيط المكرمي فوقه. هاد الخطوة اختيارية، انا حمقت عليه عاودت فوقه باش يبان لكم نتوما كي يكون لصق هكذا. بسم الله، نبداو نحطو ورق الطبخ ونحطو فوقو شبيكة ونثبتوها مسدس الشمع باش ما تتحركناش كي نكونوا نثبتو خيط المكرمي هكذا. نعملو من الجوانب وما نمسوهش بايدينا باش ما نتحرقوش هكذا. والرسمه اللي ما عندهاش بيسي راح تقدر تخرجها من سيبر. نخلي لكم رابط في صندوق الوصف في الفيسبوك وفي جوجل، باش تاني اللي ما عندهاش فيسبوك تقدر تخرجها من جوجل هكذا. ودوكا نجيبو خيط المكرمي تاعنا. من الافضل نحرقوه من الجوانب باش ما يتفزرناش هكذا بولعة ولا بشمعة. ونسخن المسدس السيليكون تاعنا. بعد ما يسخن نبدا نتبع الرسم اللي راهو لتحت. ندير غير شويه، نحط الخيط ونثبت بيدي ونزيد نحط فوق الرسم. نتوما واش يبان لكم مليح، بصح كي تكونوا تخدموه راح يبان لكم الرسم. بزاف سهله هاد النابخون، النتيجه روعه. كما قلت لكم انا درتها 20 سنتيمتر، نتوما تقدروا تكبروا احجام مختلفه هكذا. بزاف سهله خدمتها وراح تستمتعوا نتوما تخدموها. حاجه جديده نبدلوا شويه. وتقدروا تستعملوا، ما تستعملوش خيط المكرمي، تستعملوا خيط السوتاج اللي يجي رقيق ويبري هكا. نكمل نوضع مسدس الشمع ونثبت فوقه الخيط هكذا.
وهكذا نواصلو. كي وصلنا الوردة تاني كنعملو هاد الطريقة. ونحرقو الجوانب كي نكملو. هاي لك بعد ما كملت نجيب خيط وراح ندير دائرة في وسط الوردة كما درت من الجهة السابقة، جيبها المقابلة عفوا. هكا ندور ونحط مسدس الشمع تحتها، وكي نكمل نقص ونحرقها طبعا باش تتبت وميكونش عندنا زوائد، يكون عمل تاعنا نظيف ونحوها بكل سهولة. هاي لك الناب تاعنا. دوكا نجيبو مقص ونبداو نقصو الزائد من الشبيكة، نحاولو اقصى درجة واش نقدروا من الشبيكة باش ما يقعدناش زوائد بزاف. هكذا هاد الناب راح تجي بزاف شابة، ان شاء الله يا ربي تجربوها. هكذا بعد ما كملت نحيت كامل شبيكة نجيب ولاعة ولا بريكي ونبدأ نحرق الزوائد من الشبيكة وندخلهم تحت المفرش ولا الناب تاعنا باش يكون تاع العمل تاعنا نظيف ونقي. دوكا نجيب اي خارز عندنا ولا عقاش، انا استعملت زوج فوق كبار شوية فوق الوردة، وتقدروا تستعملوا اي عقاش عندكم، واستعملت صغير في الجوانب ابيض. هكا اي عقاش عندكم. راح نثبت العقاش الكبير اولا ومن بعد العقاش الصغير. ثبتوا العقاش الكبير ندير شويه سيليكون هكذا. وتقدروا تستغنوا على هذه الخطوه، ما تقدروا ما تديروش عقاش اذا ما حبيتوش. لو كان ندير العقاش صغير وين غلقنا لازم نديروا عقاشه باش ما يبانش العمل وين بدا وين خلاص. هكا نوزع العقاش كيما نحبو، اختياري كل واحد والذوق تاعو، وين يحب يحط وين تحبوا تحطوهم حطوهم. هنا ماشي لازم تبعوا واش درت انا. هكذا نكمل الجهة المقابلة بنفس الطريقة. وين حبيت نحط عقاشة. هاوليك الناب تاعنا بعد ما كملناه، ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم. اذا عجبكم خلوا لي لايك، خلوا لي رايكم في تعليق، شاركوه مع اصدقائكم باش تعمل فائده، ونشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله. سلام.